بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده أنا بوريكم قوام المربى اللي احنا عملناها النهاردة. تعالوا نشوف بقى أحلى مربى فراولة معانا، هتطلع معاكي زي الفل. قوام وريحة وطعم وجمال أحلى من الجاهزة، ومعانا هنا كمية اللهم بارك في منتهى الجمال. كل ده من 2 كيلو من الفراولة. الفراولة في السوق يعني مالية الدنيا وده أوانها ورخيصة جدا. أنا جايبة الكيلو ب15 جنيه. خلاص كده جبت 2 كيلو فراولة، طبعا غسلتهم ونضفت العود الأخضر اللي بيبقى فيها ده وظبطت الدنيا. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في طريقة تجهيز المربى. دي طريقتي اللي أنا معتمداها من سنين. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. أهم خطوة هنا، انا عن نفسي ما بحبش اقطعها بالسكينة خالص، وما بحبش بعد ما تخلص اضربها وهي سخنة بالهاند بلندر والكلام ده. انا بعمل ايه؟ بحطها في الكبة، مجرد ان انا يعني بجرشها بس بقطعها كده. ازاي؟ خدي في الكبة ضربات متقطعة، يعني ضربة وتقفي ضربة وتقفي، بتطلع معاكي الفراولة قطع كده صغيرة زي ما انت شايفة. دي بتفرق جدا في قوام المربى، بيطلع لك القوام كله فاكهة وفي منتهى الجمال. تاكلي فراولة صحيحة كده وفي نفس الوقت مش كبيرة. فحلو جدا جدا الطريقة دي. تخليكي معايا واحدة واحدة. عندي كيلو الفراولة بياخد 3 كوباية سكر من الكوباية العادية اللي في كل بيت دي. 3 كوبايات سكر. خلاص انا هنا طبعا عاملة 2 كيلو فحطيت 6 كوبايات. دي اول خطوة. هتقلبي بقى الكلام ده كله، السكر مع الفراولة كويس جدا، وعايزاها بقى تنزل كل السوائل اللي فيها. مفيش نقطة مية بتتحط على الفراولة خالص، هي بتنزل السوائل اللي فيها وبتغرق الدنيا كده، يعني سوائل، وبتبقى عايمة في المية بتاعتها. ما بضيفلهاش مية خالص. الكلام ده بسيبه مثلا من بالليل لغاية الصبح وابتدي اعمل المربى. خلاص بتسيبي الكلام ده كله بايت من مثلا من بالليل لغاية الصبح، تغطيها كويس وتحطيها على رخامة المطبخ او في التلاجة، وتقومي الصبح تشوفي هي عملت ايه. خلاص حلو الكلام. دي اول خطوة. خلاص كده انا بيتها من بالليل للصبح. شايفين بقى كمية السوائل اللي نزلت منها؟ يعني كمية كبيرة جدا، وهي عايمة في السوائل بتاعتها مع السكر مع كل الكلام ده. باخدها كده واحطها في حلة على النار، بس خلي بالك ان الحلة دي تبقى واسعة شوية لانها بتفور. خلاص. نار ايه بقى؟ نار متوسطة مش عالية خالص، علشان المربى ما تتحرقش معاكي عشان فيها سكر. وتخلي بالك عليها ودايما واقفة متابعاها. هي دي يعني برضو نقطة مهمة جدا في المربى. خلاص ارفعيها بقى على النار يا ست الكل، وتعالي معايا نشوف هنعمل ايه. اول ما تبتدي تغلي او طول ما هي بتغلي بيطلع منها ريم ابيض كده، بتشيليه بالراحة وبتتخلصي منه. دي اول نقطة مهمة. طبعا هي لسه دلوقتي ما تقلتش خالص، القوام ما تقلش عندي. بستنى شوية لما احس ان الكمية ابتدت تنقص وتتبخر والقوام يتقل معايا، يعني تلاقي القوام اتغير. على طرف معلقة صغيرة، مش ربع معلقة، اقل بكتير شوية من ملح الليمون. مش الليمون، لان الشركات ما بتحطش ليمون، الشركات بتحط ملح ليمون. ليه؟ اولا مادة حافظة، ثانيا بيفرق جدا في قوام المربى، بيخلي قوامها حلو جدا. فهناخد على طرف المعلقة شوية من ملح الليمون وقلبي كويس، هو ده اللي بيربط لنا المربى. اول ما تشوفيها تقلت تحطي ملح الليمون، تستني حوالي ربع ساعة كمان هتتقل اكتر معاكي. في الخطوة دي بقى هنعمل الحاجة بقى اللي هي يعني جميلة جدا وهتظبط لنا القوام اكتر واكتر. انا ما بحطش جيلي لان الجيلي غالي. انا بعمل هنا حاجة اقتصادية وموفرة. بشتري ب5 جنيه جيلاتين من عند اي عطار، جيلاتين وربع فنجان من المية المغلية وبدوب فيه الجيلاتين. خلاص
احنا بنعمل حاجة بقى اقتصادية وموفرة وجميلة. والشركات طبعا ما بتضيفش جيلي، الشركات بتحط عليها جيلاتين بس بكميات كبيرة. احنا هنا مش هنحط الجيلاتين بكمية كبيرة، هنحط الجيلاتين بكمية معقولة عشان تطلع لنا المربى كده قوامها جميل ومظبوط. حلو الكلام. حطي بقى الجيلاتين وقلبي كويس وسيبيها كمان ربع ساعة تتقل وتبقى كويسة. هتعرفي منين ان هي خلصت؟ هتحطي شوية في طبق وتفرقيهم كده بالمعلقة زي ما احنا عملنا. لو ما اختلطوش يبقى كده المربى بتاعتك زي الفل وفي منتهى الجمال وخلصت. شايفين القوام؟ ما بتتلخبطش على بعضها، لما بفرقها بتفضل ثابتة. ده كده من غير ما دخلت التلاجة ولا اي حاجة. حبة مربى من الاخر، قوام وسهولة وريحة جميلة وطعم جميل وفاكهة فريش، فيها كل المميزات وما فيهاش مواد حافظة، يعني صحية جدا لأطفالك وليكي والكل اللي في البيت. شايفين رمت لي قد ايه؟ انا تعمدت احطها في بطرمانات من المربى، بطرمان مربى كبيرة كمان مش من البطرمانات الصغيرة. شايفين معايا قد ايه؟ طلعت حوالي 5 بطرمانات. يعني مش قادرة اقول لكم بقى حاجة اقتصادية قد ايه. لو عايزة تعملي كمية اكبر اعملي، الحاجات اللي فيها هتحافظ عليها وهتقعد معاكي اكتر كمان من شهرين في التلاجة. كتري واعملي الكمية اللي انت عايزاها وبراحتك، وكل سنة وانتوا طيبين. يلا بقى ادوني لايكات وشير كتير النهاردة، ولايك وشير لبيت ماما بطة، وتحياتي ليكم.